ان شاء الله. نشوف كده الراجل الطيب ده هيعمل ايه معانا. بس البوتاجاز بعد اذنك. عايز تشغل البوتاجاز؟ ايوه. انا حاسك قلقان ليه؟ ده الموضوع بسيط. النتيجه بس مؤثره عليها شويه. انهي نتيجه بس؟ نتيجه الماتش. انت لسه بتفكر في الماتش؟ اكيد يا باشا، ده بنجهز للماتش اللي جاي. احنا ما نمناش. طيب. طب هقول لك على حاجه، تحب اريحك اجيب لك ايفونا؟ لا، عندي في البيت كتير منه. طب يلا ابتدي. الحله هتسخن بسرعه، خد بالك السيراميك ده بيسخن بسرعه جدا. هي سخنت على فكره. بس الميه ابتدي بس عشان ما تتحرقش. الميه بس. لا مش ما تخافش، مفيش ميه. يلا بسم الله. قول لي بقى، اوصف كده وقول مقاديرك وانت شغال. هنزل الاول بسنه زيت. ماشي. بعد كده ننزل بالبصل. هو فين البصل؟ البصل انت حضرتك خدته. هو البصل راح هجيب لك غيره. البصل اهو. ايوه انا قلت لك هجيب لك غيره. ايوه. وانت تصدقني؟ يعني. تصدق اهلاوي. حلو كده. هو هيبتدي يحط البصل. قد ايه بصل يا شيف؟ يعني بتاع نص بصلايه كده. هنقول مثلا معلقه بصله مفرومه. بالظبط. وهنحطها في الزيت، والحله بتاعته على النار سخنت، وهيبتدي يقلب البصله. هتدبل البصله ولا هتشوحها؟ لا، هدبلها بس. يعني مجرد انها تدبل بس. وهنزل بعد كده بالثوم، وبعد كده الجزر والطماطم. طب ما تبتدي. مش بس تدبل بس شويه. براحتك، انت معايا؟ معاك يا باشا. احكي لي بقى المطبخ عندك، يعني فكره المطبخ بالنسبه لك بدات بالك قد ايه في المطبخ؟ انا بقالي في حدود 10 سنين. طب انت كنت شغال حاجه قبل كده ولا؟ لا، انا اصلا دبلوم سياحه وفنادق. ايوه. يعني انا ما كنتش شغال في المجال ده. واحد كان معايا يعني في المدرسه وكده، واشتغل في المجال ده، فبعت لي او كلمني قال لي في فرصه قدامي انك تبدا معانا. حلو. ما دخلتش حتى، ما بداتش ستيور او حاجه زي كده. يعني جات لي فرصه ان انا اشتغل مساعد في المطبخ على طول. يعني دخلت فدي مساعد كانت على فرصتي. طول. يعني الحمد لله. يعني لو كنت بدات ستيور ما كنتش كملت. انا عايز يعني. بس هاخد من كلام سيد حاجه مهمه قوي. قال ايه؟ انا ما بداتش ستيور. عشان في ناس كتير للاسف يا سيد لما بنيجي نقول ان احنا عايزين في المطبخ عندنا ناس تشتغل ستيور، يا جماعه البني ادم او الشيف اللي ما دخلش وبدا يعرف ينظف التيبل بتاعه، يعرف ينظف ترابيزته، يعرف يعني اسس الهيجين في المكان، تاكدوا انه بيبقى شيف زي سيد كده. دي اكتر حاجه ممكن نعملها فيه. قول يا سيد. قول لي بس انت بتحط ايه دلوقتي؟ انا نزلت بالجزر. يبقى انت نزلت بالثوم بعد البصل بالظبط، وقلبته، وبعدين حطيت عليه الجزر مسلوق. انا مدي الجزر سلقه بحيث لو ما ياخدش معايا وقت بس. حلو. يبقى الجزر باخد جزرايه اسلقها وبعدين اقطعها كيوبس. بالظبط. وبعدين انزل بيها واشوحها برضه تشويحه كده. وبعد كده هنزل بالطماطم. طماطم برضه كيوب. طماطم بس الطماطم منزوعه من البذر بس. اللحم بس. بالظبط. بشيل القشر ولا بقشرها؟ مفيش. لا، بقشرها عادي. كده كله هيتضرب في الخلاط يعني. كله هيتضرب في الخلاط ان شاء الله. طبعا سيد قلبه طيب. سيد ماشي. ليه مفيش خلاط ولا ايه؟ ماشي. استنى بس هنقول لك مفاجاه جامده دلوقتي. الله. حلو. بعد كده هتعمل ايه يا ابو سيدي؟ بعد كده بعد ما اضرب الحاجه في الخلاط هنزل بالبيون ده على الكسكسه. انا المفروض ان انا عايز طاسه عشان اشوح فيها الكسكس. الطاسه اهي. اتفضل. ماشي. انا هنا جاي عشان انت لما تحتاج طاسه هجيب لك الطاسه. تسلم يا شيخ. شفت؟ بس انا ابتدأت بقى اصعب منك. وكده انت هتنزل عليها بميه بتغلي او بيون. بالظبط. لو بيون فراخ يبقى زي الفل. مفيش بيون فراخ طبعا. ممكن ننزل بميه او ممكن بيون خضار. طبعا. تمام. حلو. هتحط البيون. يبقى الخلطه بتاعتك رغم انك انت سالق اصلا الجزر وجاهز، حطيت الطماطم، حطيت البصل، حطينا الثوم بالظبط. وبدانا نقلب كله مع نشوح بعض. كله وبعد كده نزلنا بالبيون. وبعدين نزلنا بالبيون. كلام جميل. هيكمل هو تسويه. وانا بس كان الطلب مني نوع من القرص. هقول مقاديره. القرص في قرص كتير جدا سهله. في ناس طلبت القرص. في نوع من القرص بيتباع في الافران او في السوبر ماركت، بيبقى مدور وعليه سمسم من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ممكن ياخد حبه البركه، وبيبقى مبطط قوي. مقاديره سهله جدا. هجيب معلقه من السكر، معاها نص معلقه صغيره من الملح، نص كيلو دقيق، حوالي 170 جرام من السمنه، و3 4 معالق زيت. وهبتدي اخلط العجينه بتاعتي وشويه ميه صغيرين، واحط رشه خميره ورشه بيكنج باودر. شويه خميره صغيرين وشويه بيكنج باودر، واعجن العجينه بتاعتي، واحط شويه توابل. لو عندك توابل، لو بتحبي تتبلي الاكل بتاعك يبقى زي الفل. مش عايزه تتبليه مفيش مشاكل خالص. وابتدي اخلطه كويس. ممكن تحطي ريحه كحك بس بسيط، شويه ريحه كحك صغيرين جدا عليه يترش صغيرين. وابتدي اعجن العجينه بتاعتي واسيبها ترتاح. بعد ما اعجنها هسيبها ترتاح عندي. بزود سنه الزيت صغيره بعد ما تتعجن عشان العجينه تلم مع بعضها. اسيبها عندي. الخمير يبتدي يشتغل. هفرد العجينه، وبعد ما افردها اقطعها حتت صغيره. اجيب السمسم ابله بشويه ميه،
واخليه قدامي واكبس فيه العجينه بتاعتي اللي انا مقطعها كيوبس صغيره، واضغطها بايدي كويس جدا، وبعدين ارصها عندي في الصاج واسيبها تخمر وترتاح عندي في الصاج. اول ما الخمير ما يرجع يشتغل هدخلها الفرن تستوي على درجه حراره 200، وبعد كده انزل بالحراره ال 170 واسيبها تبتدي تنشف في الفرن على حسب انا عايزها تبقى مرمشه قوي ولا عايزها طريه. لو عايزاها طريه بتتاكل قرص طريه مفيش مشاكل، عايزاها مقرمشه مفيش مشكله. قول لي يا شيف. دلوقتي انا هبدا انت عايز اولع لك دي؟ اه يا ريت. ما انت مشغل النار اهو يا ريس، ما انت شاطر وزي الفل. شوف يلا طب ما انت شاطر اهو. قول لي عايز تعمل ايه؟ هشوح بس الكسكسي. طب الاول برضه بس تحميصة. ايوه نراجع تاني مع بعض. ماشي. ها احنا دلوقتي حطينا هنا ملح وفلفل ايوه على البيون بتاعنا او السائل بتاعنا اللي هيتحط على الكسكسي. كويس. تمام. حطينا ملح وفلفل وركناه. دلوقتي هنبدا نشوح الكسكسي، نخليه بس ايه ياخد لون بس شويه ذهبي. انت مالك قلقان ليه؟ مش قلقان ولا حاجه. انت يعني زي الفل اشتغل. برضو شاكر بيقول لك انتوا عشان لسه خسرانين؟ اه طبعا طبعا. لا يا عم شاكر خلاص ده ماتش وعدى يا عم شاكر وخلاص يعني. ها كسكسي قد ايه؟ تقريبا كوبايتين. كوبايه انت هتعمل كوبايه واحده. كويس. يبقى حط كوبايه كسكسي، وهجيب لك انا دي حلوه في تقليب تمام. دي على فكره حلوه في الكسكسي، بتقلب الكسكسي حلوه قوي. هي شكلها في الكسكسي. شكلها أصلاً. في الكسكسي جامده صح؟ هي شكل الكسكسي اصلا. يلا هي جايه مع الكسكسي. حلو كده هيبتدي يشوحه. طب انت ليه بتشوحه يا شيخ؟ عشان بس مع ان الكسكسي ده دراي. لما يتشوح برضو اولا يعني بياخد التسويه بتاعته بتبقى حلوه. الاول بس مش ما خليك بيعجنش برضو ولا اولا؟ ماشي. انت اصطادني النهارده ماشي. قول لي بس عشان بس اولا ما يعجنش بعض، فالتحميصه دي بتخليه مفلفل شويه معايا. تمام. طب ما هو انا لو الكسكسي عملته، يعني انا بعمله بطريقه ثانيه. تمام. ماشي. هو ليه احنا بس طبعا هنقول كتير. للناس عشان في ناس بيقولوا ان الكسكسي بيتعمل ازاي. المغاربه دايما بيعملوه على بخار. تمام. كويس، على بخار ميه، ودي طريقه جميله وموجوده. في طريقه تانية ان انا ممكن اغلي البيون بتاعي او الميه اللي انا هحطها واللي انا هشتغل عليها، وقتي احط الحاجه بتاعتي واحط عليها نسبه الميه او البيون بتاعي اللي انا عايزها، واغطيه من غير تحميص من غير اي حاجه. الكسكسي الجاف ده دايما بيشرب ميته وما بيعجنش. اما الكسكسي اللي انا بعمله من دقيق ونفركه ونفروله وناخده على، فاكر انت ايام زمان، على الغربال كده، ونبتدي نفروله خالص. أيوة. بعد كده بجمعه، لازم احطه في شاشه واحطه في صينيه او في مصفى واحطه على حمام بخار واقفل عليه من تحت عشان بالزبط. البخار يبقى طالع عليه كويس، واغطيه من فوق اكتمه علشان يستوي معايا، وبعد كده اطلعه فلفله واديله حته زبده يتفلفل معايا. ايه رايك يا تمام؟ لا طبعا. طب يلا اشتغل. حبيبي يا شيف. قول لي بنعمل ايه؟ انا منتظر طبعا مداخلاتكم واتصالاتكم عشان الراجل المتوتر اللي معايا ده يفك شويه. انا باين قوي كده انا متوتر. اسال العصبي بتاعك. باين. قول يا سيدي. ها هنشوحه بس مستنيين ياخد لون بس شويه. انت عايزه يبقى انت بتشوحه عشان تديله لون. ما هو اللون مش هيبان كده كده. مش هيبان كده كده. بس هو ما انت بتدينيش معلومه غلط عشان انا بتعلم. مش غلط يا باشا. يعني علمني صح. لا انا بتكلم هو عشان يبقى مفلفل وفي نفس الوقت ما ياخدش معايا في التسويه كتير. هايل. يبقى انت عايزه يفلفل معاك. مش عايز اديله لون. لا هديله لون. انا هديله لون ذهبي فاتح كده، اللي هو في نفس الوقت هينفعني في التسويه، اللي هو هيستوي معايا بسرعه. أيوة. لما اديله البيون بتاعه. ايوه في نفس الوقت لجنه التحكيم خلصت، احنا واقفين هنا مع بعض. قول. انا قلت اهو. انت قلت لي انت منين يا سيد؟ شبرا. يعني من شبرا؟ طبعا. امال لو كنت زي طه كنت عملت ايه؟ منين طه؟ هرماوي. طب زي الفل. ابدا. طيب قول لي يا سيد، ايه الاطباق اللي انت متميز بيها غير الطبق اللي انت هتعمله ده الطبق اللي انت كنت داخل بيه المسابقه؟ ايه الاطباق اللي انت اصلا بتحب تعملها؟ هو مش حاجه معينه بصراحه، بس يعني انا شغلنا اصلا انترناشونال، يعني باسطات، بيتزا، اطباق لحوم، فراخ، سي فود، شغالين. انت بتعرف تعمل بيتزا كويس؟ طب قول لي كده مقدار بيتزا سريع كده للناس يعرفوا يعملوه. ماشي. احنا ممكن كيلو دقيق. ايوه. عليه نص لتر ميه. طب خد تليفون. ماشي. قول الو. الو. بص الشاشه دي. ازيك يا ابو السيد؟ مين معايا؟ ازيك يا ابو السيد؟ ازيك يا باشا؟ بيقول لك ازيك يا ابو السيد. قول له ازيك يا عم رجب. عم رجب مين؟ قول له ازيك يا عم رجب. عم رجب مين عم رجب؟ قول له ازيك يا عم رجب. ازيك يا عم رجب؟ ازيك يا ابو السيد؟ ازيك يا عم رجب؟ عامل ايه؟ منور بصراحه البرنامج والله، منور قناه ال تي سي والله. الله يخليك، الله يكرمك يا رب، ده عينك اللي حلوه. عم رجب ده الراعي الرئيسي بتاعي. ازيك يا عم رجب؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا رب. تسلم لنا على كل حاجه بتعملها لنا والله. تسلم يا عم رجب، كتر خيرك. عايزين حاجه لعيد الحب يا شيخ خالد. هو امتى يا عم رجب؟ ده يوم الاحد. يوم الاحد باين. يوم الاحد صح؟ هنعمل حاجات لعيد الحب ملهاش حل. بقول لك يا شيخ خالد. قول يا عم سيد. يرضيك رجب الصعيدي يستهزئوا بيه في برنامج بندق؟
لا طبعا. ومعايا ويا ريت اي حد مسؤول يا شيخ يرن عليا ياخد رقم تليفوني من تحت. حاضر عينيا يا عم رجب. هزقوني وبهدلوني. طب بص يا عم رجب. عم رجب انا هحولك على الكنترول دلوقتي، وهناخد الرقم تليفونك وهخلي حد يكلمك، وهو هيكلمك دلوقتي في الكنترول. محدش يقدر يزعلك يا عم رجب، ده انت حبيبنا وحبيب كل الناس اللي بتبقى معانا في البرنامج. قول لي خلاص الدنيا ماشيه معاك كويس؟ هانت. ماشي. واضح انها هانت معاه جدا. حد ما يعرفش عم رجب؟ لا بصراحه انا بس هو بيتهيألي ده كان بيتكلم برضه برامج الكوره وكده. في الكوره ومعانا ده عم رجب. اهلاوي صح؟ لا ده زملكاوي والله. صعيدي من جد. كنت تقول لي طب هو بيكلمني، طيب كنت رحبت بيه قوي والله. شفت ينفع كده؟ لا كلام جميل. لو اعرف الكلام ده. قول لي بس انت وصلت لحد فين؟ هانت يعني. تمام كلام جميل. بدأ ياخد معاك اللون الذهبي اللي انت قلت عليه. بالظبط. وهننزل بعد كده بقى في طب بوله. الفراخ هتاخد قد ايه وقت؟ على طول مش هتاخد وقت. خد بالك كل ما هتاخد وقت انت هتاكل وقت اخواتك. لا ان شاء الله مش هناخد وقت حد. هو بس هنحط دول في بسيمه او حاجه بس اللي هو بالبيوم بتاعه، وهيضرب ده في الخلاط دلوقتي. هجيب لك انا البسيمه عشان انت تخش في الايه؟ في الحاجه اللي بعد كده. ادي البسيمه بتاعتنا اهي. هضرب ده في الخلاط بس هزود شويه ميه تاني. هتضرب ده في الخلاط كفايه كده ميه؟ بص انا عندي بس احسن. ما يبقاش تقيل شويه. لا ممكن اضربه لك بطريقه تانية احسن. ميكسر؟ بميكسر. شوفوا بس هو كان عندي ميكسر يا ريس. راح فين يا ريس؟ مش مشكله خلاطه خلاص. طب وانت لما خدت الهاند ميكسر معاك يا ريس ما رجعتوش ليه؟ مين؟ طب وده اسمه كلام؟ مين اللي خده؟ طب خليك مع سيد بقى على ما انا بجيب الهاند ميكسر. بس خد بالك سيد ما اوعى يعدي منك. ولو عدي منك امسكه بمين؟ بيفونا. ها؟ ربنا هيجيبه صحيح. اهو انا جبت لك ده احسن من الخلاط. او علي بقى وانت شغال كده. ماشي. يا منى. ازيك يا شيخ خالد؟ ازيك يا منى؟ ايه اخبارك؟ منور الشاشه وضيفك منور الشاشه. الله يخليك. الله يكرمك. قولي لعم رجب ما يزعلش يا منى. هحط بس في بسيمه او حاجه. صباح الفل. ما يقدرش يزعل منكم يا شيخ. بتقولي ايه؟ ما يقدرش يزعل من قناه الفسيخ. الله يخليك يا منى. هو دايما معاها والله. تسلمي ربنا يخليك انت وعم رجب. يعني ما انا مش سامع. يا ريت تعمل لنا تورته عيد الحب يا شيخ خالد. يوم الاحد احلى تورته لعيد الحب، وهنعمل شويه مفاجات حلوه قوي يوم السبت هتعجبكم. يوم الاحد يا رب. السبت ايه؟ يوم الاحد يوم عيد الحب. كل يا رب يجعل ايامنا كلها حب وهنا وسعاده ان شاء الله. ان شاء الله. وانت طيب يا شيخ. وانت طيبه. المهم قولي لي خطيبك هيجيب لك ايه؟ لسه ما عرفتش والله. ولو ما جابش هنعمل فيه ايه؟ نذبح له رقبته طبعا. ايه؟ نقطعه رقبته. حبيبي. ربنا يكون في عونه وفي عوني. شكرا يا شيخ خالد. طب اقول لك انا اعمل لك التورتايه يوم الاحد، ويبقى يعني نكفر عن ان هو لو ما جابش حاجه. ماشي ماشي يا شيخ. تبقى دي كفاره عشان الراجل برضه ده لسه هيتجوز قريب. تسلم لنا يا شيخ. ينفع يتجوز من غير رقبه؟ لا ما ينفعش. صباح الفل يا منى. انا كده ضربت لك دي حلو كده. لا عايزين ننعمها خالص بس عشان ما يبقاش في حاجه. انا بنعمها لك خالص. وحتى لو هنصفيها ماشي مش مفيش مشكله. مشاكل. قول لي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هسوي الفراخ. سوي الفراخ. ممكن نسويها هنا كده. سوي هنا المكان اللي يعجبك. دي اعلى. يا حماده. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ صحتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عايز تكلم مين؟ عايز اكلم الشيخ سيد. الشيخ سيد؟ مفيش حد هنا اسمه الشيخ سيد. ده؟ الو. طب وطي التلفزيون. محمد. نعم. وطي التلفزيون وكلم سيد. معاك. كلم يا سيد. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم سيد؟ اهلا وسهلا. ازيك محمد؟ مين؟ محمد حمدي. ازيك يا محمد؟ اخبارك؟ تمام منور الشاشه كلها والله يا ريس. الله يخليك يا محمد. الله يخليك. الله يكرمك يا ريس على الطبق اللي انت عامله ده. متشكرين يا حبيبي. متشكرين يا محمد. محمد انت تعرف سيد اصلا يا محمد؟ شغال معايا في المطعم. شغال معايا. شغال معاه؟ بيعرف يطبخ بالله عليك يا محمد؟ محمد الكلمه اللي انت هتقولها دي شهاده يا محمد. شهاده والله. شهاده والله. بيعرف يطبخ يعني؟ هنا بتطبخ طباخ ماهر كمان. ماهر ولا سيد؟ ماهر ولا سيد؟ ارسى على حل. يعني اشكره على اللي هو بيعمله كله.
تسلم يا حبيبي، كتر خيرك يا محمد. شاكرين يا محمد على سؤالك وعلى اتصالك. تسلم يا حماده. انا بتبل طب بس خليك الفراخ معايا بقى. بس الاول، ده انت عايزه هتحطه عليه على آه. الكسكسي؟ اه اتفضل. مش هتصفيه؟ اه طب تمام. امسك ماشي اساعدك يا شيف. تسلم يا اعتبرني محمد. شيف. ماشي ثواني شوية. اهو ثواني عشان بس اشوف المعيار. شوف هو المفروض ان المعيار. احنا نغطي بس الكسكسي. غطي الكسكسي، ما تخافش على الطاسه. انا عايز المعلقه الخشب اللي حضرتك عايز شلتها. معلقه الخشب عينيا. انت قاصد تعطلنا عشان حضرتك انا قاصد أهلاوي؟ اعطلك. ما انا عارف. عشان تبان الزملكاويه اصلا مش تمام. ماشي. بقول لك ايه، انا قول مش يا شيف. محتاج اتكلم عن ايفونا قال كل حاجه. عايز اديك تاني؟ اه يا شيف بعد اذنك. حاضر. ها تاني؟ لا تمام كده. ها كده تمام. 2-0. اكمل؟ لا لا كفايه. كفايه. طيب بعد ماشي، كده بعد هتعمل ايه يا إذنك. شيف؟ بعد اذنك. أيوة، كده. ماشي. بعد اذنك. متاكد ان ده كفايه؟ ان شاء الله. هات هنا، حط هنا عشان لو احتاجنا منه حاجه. تمام. كلام جميل. طيب انت كده الطاسه بس بتاعتك سخنت. اغطي ده بس. سيب ده انا ما يستفدش اغطيه أو لك حاجة. انا، ما تشغلش بالك بيه. اعتبره انه اتغطى. تمام. يلا الفراخ. اتكلم طيب يا سيد. بتبل فراخ ملح وفلفل عادي. اتكلم يا سيد ما تخافش. انا بتكلم اهو على فكره. اتكلم. الصوت مش واصل لك الراس ولا ايه؟ اتكلم يا سيد. ماشي. بتبل فراخ عادي ملح وفلفل. بسخن الطاسه بتاعتي قوي. تمام. ها كمل. اه وهبدا انزل بيها هتنزل بيها فين يا سيد؟ في الطاسه السخنه. ايوه يبقى احنا سخنا الطاسه، حطينا رشه زيت صغيره. تمام. صح كده؟ تمام. تمام. وانزل تبقى ايديا لجوه كده عشان ما تطرطش عليا انا. ايديك تبقى جوه. ايديا لجوه يعني بنزل الصدر لجوه يعني كده. طيب عشان تمام. مفيش حاجه تطرطش عليا. تمام. حلو. ممكن اضيفها كده هنا وابدا اعمل الصوص بتاعي. يبقى أنا مش اللي عايز هنزل بيه على دي؟ الفراخ. لا قعدت تقول لي انا عايز البوله الحمراء، لا عايز ما انا البوله خدت بوله الحمراء. اهي السودا بقى اهي. ها خدت بدالها السودا وابدا اخد. يمين. خدت البوله السودا حطيت فيها خلاص. اه وهنا يا هعمل سعاد. الصوص بتاعي. الو يا سعاد، كلميني تاني يا سعاد عشان لو ما كلمتنيش هزعل سيد. هروح. قول لي بس انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الصوص بتاعي. الصوص عباره عن ايه؟ الصوص عباره عن جنزبيل. زنجبيل. زنجبيل ماشي. مش مشيه. تمام. دي قراصيا يا شيخ. مش مشيه. مش هو هسألك سؤال، هو لا، اول ما خلاص، طلعها خلاص. النهارده قال لي ايه؟ قال لي قراصيا، قلت له دي قراصيا، في بس قراصيا الموضوع صفراء. بالنية اصلا كنت عايز اجيب قراصيا. استاذنك طب ماشي. قول لي هتعمل ايه؟ طب انت حطيت دي كده هتحط عليها؟ حط عليها الزنجبيل. طب لو عندي جينجر فريش ينفع؟ ما هو جينجر فريش طب لو عندي دراي هينفع بس في الصوصات افضل يعني الفريش. الفليفر بتاعه بيبقى اعلى شويه. الايه؟ الفليفر. الفليفر بتاعه بيبقى اعلى. ولا قصدك ما بيبقاش الطعم بتاعه سبايسي قوي؟ بالظبط عايزين ننزل بس شويه زيت دول. عايز ايه؟ ممكن نضيف بعد دول اذنك خلاص. بعد اذنك اهو شويه الزيت اللي نرجعهم هم مكانهم. محيرين دول محيرينك شويه الزيت دول. ماشي حلو كده. هو حط مسحه زيت صغيره جدا وهحط عليها الجنزبيل او الزنجبيل او الجينجر زي ما تحبوا تسموه. تمام. الفريش وقطع منه مكعبات صغيره. وهيبدا ايه؟ هتبدا ايه دلوقتي؟ هنزل بعدها بشويه كده على المشمشيه وبالكريمه. يعني انت مجرد ان الزنجبيل هيبتدي يسخن معاك يدبل بس شويه سنه بس. يدبل. بعد ما يدبل هنزل بالمشمشيه. هنزل بالمشمشيه. يبقى كده هو عمل ايه؟ نقول بس هراجع اللي سيد عمله عشان سيد مركز دلوقتي مع الطاسه. هو عمل خد الكسكسي خده على النار وقلبه لحد ما بدأ ياخد معاه اللون الذهبي فاتح، او هو حمص شويه الكسكسي بتاعنا. وبعد ما حمصه كان هو حاطط بصلايه مع شويه زيت صغيرين مع جزر مسلوق معاها توم وشويه ميه ورشه ملح وظبط الدنيا وسابها تغلي على النار كويس جدا. بعد ما غليت ضربناها بالهاند ميكسر لحد ما دابت مع بعضها خالص وفرمناها. حطيناهم على الخلطه على الكسكسي اللي احنا حمصناه على النار. حطيناهم في بوله وغطيناهم لحد ما يشرب ميته. دي اول حاجه هو عملها سيد. انا هنا بعد نزلت كده خد بالمشمشية. الفراخ تبلها بملح وفلفل وحطها في طاسه على النار بسنه زيت صغيره صدور الفراخ عشان تستوي. تمام. وجه هنا حط الجينجر او الجنزبيل او الزنجبيل وحط عليه القراصيا او المشمشيه. القراصيا بنيته والمشمشيه اللي واضحه بالظبط كده. قدامنا. بالظبط. كويس. ودي بتدي طعم مزز وجميل مع الطبق بتاعنا. والشغل المغربي اصلا يعني كله كده يعني بيبقى فيه القراصيا والمشمشيه والشغل كله. وهنحط عليه كريمه لباني. بالظبط. بعد ما تسخن تماما هو كده هياخد التيست
هياخد التيست الاروما او الطعم اللي موجود في الزنجبيل. هيطلع معايا اول ما الكريمه ما تبتدي تغلي معايا كويس جدا، هيبتدي يطلع التيست معايا ويظهر. تمام صح؟ مش ده اللي انت تمام بالظبط. ده بالظبط اللي انت عايزه. طبعا. يعني انا قدرت اعبر عن اللي طبعا جوايا. يا ريس. كمل يا شيف. هناخد رشه انزل ملح. سنه ملح وفلفل. يبقى هو كده واحده واحده احنا مع بعض. يبقى هو الطبق بتاعنا عمل الكسكس لوحده وجهزه وظبطه وسيبناه يشرب البيون اللي احنا حطيناه له، اللي احنا اصلا عاملينه وشرحنا احنا عملناه ازاي. وبعد كده بدأ دلوقتي يعمل الصوص اللي هو هيحطه على الفراخ او هينزل الفراخ فيه بعد ما الفراخ ما تبتدي تستوي. عموما صدور الفراخ لو صدر الفرخه رقيق او رفيع مش ضخم، ما بياخدش اكتر من 4 دقائق تسويه او 3 دقائق على الجنب ده و3 دقائق على الجنب ده، بيبتدي يستوي معايا. ولو جريلا بيبقى زي الفل. هو كده في الطاسه بيديك نفس احساس الجريلا والشوي العادي. تمام يا شيف؟ تمام. احنا كده مستنيين تستوي بس وهنبدا نقدم الطبق. نبدا نقدم الطبق. يبقى انت خلصت اه حاجتك كده. نجيب دي بس قدام كده بعيد مفيش مشكله عشان ايه تشتغل براحتك خالص. يبقى كده تمام. هيبتدي سيد دلوقتي خلاص هياخد اهو الفراخ عشان يقفل الطبق بتاعه. لا ما انت باقي اطباقنا ان شاء الله هنشوفها مع بعض. انت ما تعرفش لو سيد ما خلاش لا ده في ناس هتذبحه. انت ما تعرفش اللي هيحصل. ده معانا واحد ممكن اصلا ما يروحش اصلا. معانا واحد عصبي اصلا كان بيتخانق وهو شغال. حلو كده. لا بس لسه الفراخ ناقيه شويه. ماشي. لسه فيها ميه لسه. تمام. يبقى انت اساس تسويه الفراخ انها تخلص خالص ميتها اللي هي بتطلع العصاره مش الميه. بالظبط. لان احنا بنحافظ برضه على الميه جوه بحيث الحاجه تبقى جوسي معانا وتبقى طريه. حلو قوي. اهم حاجه عندي في الفراخ او اللحوم لازم الجريل او الطاسه بتاعتي تبقى سخنه قوي عشان اول ما انزل تقفل مسام اللحمه اللي موجوده عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها واخسر الطعم الجوسي الجميل. لان كل ما اتقفلت المسام كل الجوس اللي موجود في قلب او العصاره بتاعت الفراخ او اللحمه بتتجمع في السنتر او في نص حته اللحمه. سيبيها ترتاح هترجع تاني تبقى جميله وطعمها حلو قوي. بالظبط كده. بدات الكريمه اللباني كمان تربط معانا. ربطت تقلت اكتر. تمام. والدنيا ماشيه معانا كويس. الحمد لله. الطبق اللي انت هتغرف فيه انهي طبق؟ انت عايز انهي طبق؟ ايوه. كلام جميل. اجهز لك انا. اديني فرصتي اساعدك يا شيخ. اتفضل يا شيخ. شكرا يا شيخ. حلو كده. اعتقد ان كده الفراخ تمام. يعني بس هنسيبها بس تريح دقيقه او حاجه. مفيش دقيقه يا ريس. ما عندناش دقايق ولا نص دقيقه ولا نص دقيقه. ولا 8 دقيقه. انزل على طول. محدش يدوق من ما تقلقش الكلام ده. ما تقلقش. الجمهور عارف. عارف يعني. عارفين. مش محمد قال انك انت شيف كويس؟ خلاص انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ والراجل الطيب ده قال برضه عليك انك انت كويس. مش قلت انك كويس؟ صح؟ كلام رائع. تخيل انك انت بقالك نص ساعه. لا مش متخيل. تخيل انت ده؟ لا. طيب الطبق بتاعنا بياخد قد ايه وقت يا شيخ؟ خد بالك عشان الكريمه ما تتقلش معاك زياده عن اللازم. بس تريح ثواني مع بال المغرب طبعا. ايوه ما انا عارف. بقى لك تلت ساعه وفي 10 دقايق فرق. بيقول لك اللي انا كنت بجهز فيهم نفسي بيبني فيهم نفسه يا ريس. كسكسي تمام؟ ان شاء الله. يلا يا ريس. هنبتدي نغرف الطبق بتاعنا. اوعى 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 اوعى. عشان بس الكلافز. خلاص. اوعى يا عم. خلاص. اوعى يا عم. عشان اوريك بس ان الموضوع مش. لا الكلافز بس اللي بيزعل. ماشي. حلوه البوله. ايوه. كان في فورمه. سيد لعيب بوكس قديم. بوكسير جامد. لا. طب هتحط ايه؟ هتغرف فيها يا سيد؟ الفورمه اللي الفورمه يا حبيبي. ماشي. معلقه بس. عايز انهي معلقه؟ غرف. خد معلقه تمام؟ غرف. تمام. شغال. ماشي. هيبتدي سيد يغرب. بصوا بيقلب هنقلبه علشان لو في تتبيله في حاجه عايزه تتقلب فيه بالظبط. صوص موجود ترجع تاني تفلفل معايا وتبقى جميله. كلام جميل يا ابو سيد. وانا ازود الميه دي علشان محدش من اصحابنا يزعل. صح كده؟ صح كده. انت مزعل الناس كلها يا سيد. ما اقدرش ازعل حد. طيب بعد كده هتعمل ايه يا ابو سيد؟ هنبقى في الطبق. اي طبق ولا انت بتحب طبق معين؟ لا انا بحب الطبق المستطيل بيبقى افضل في التقديم يعني. بتحب الطبق المستطيل اكتر؟ بيديك مساحه اطول. بالظبط. تمام. وبقدر مثلا احط السايد بتاعي على جنب والبروتين بتاع اللحمه او الفراخ او كده على جنب. عيش حياتك وانسى اي حاجه. انا ناسي كل حاجه بس. يا منى. الو ازيك يا منى؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا بخير. انت بخير؟
الحمد لله. انا بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبتي. انت عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. 9. ايوه. ده انت اكبر مني. ايه؟ انت اكبر مني. انا اكبر منك. انت عارف انا عندي كام سنه؟ اكبر منك. انا عندي 8 سنين ونص. لا انا ده عندي انا كمان 6. اكبر منك يا راجل. طب شفت انت اكبر مني ازاي؟ وسيد اصغر منك. سيد عنده 3 سنين. مش قوي كده، سنتين بقى. انا يا شيف عايزه منك طريقه التورته والايس كريم. التورته والايس كريم. طب بصي، انا يوم الاحد هعمل تورته حلوه قوي. ماشي؟ طب ايس كريم. والايس كريم نعمله عينيا حاضر، بس مش يوم الاحد، نعمله الاسبوع اللي بعده. خلاص؟ ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. بس مين اللي هيعمله في البيت؟ انت هتعملي التورته ولا مين اللي هيعملها؟ دي لا ماما. مامي اللي هتعملها. حاضر يا حبيبتي، تحت امرك. انت هتشتركي معانا في المسابقه يا منى؟ ايوه. طيب سجلتي اسمك؟ ايه؟ سجلت. بتعرفي تطبخي ولا لا؟ لا. طب هتيجي تعملي ايه؟ تيجي اعلمك الطبخ هنا على الهوا؟ طيب خلاص، سجلي اسمك وتليفونك ونظبط مع بعض كده ونشوف نعمل يوم كده يبقى فيه اكل حلو قوي ومنى هي اللي تطبخه. ايه رايك في الموضوع ده؟ تمام، بس هكون موجود اهم حاجه. لا سيد مش هيبقى موجود تاني يا منى، هو كده زياره واحده تكفي يا سيد. لا والله. انت حتى لو بقيت اهلاوي؟ لو بقيت اهلاوي اجيبك معايا مرتين. لا مش عايز. صعبه دي. طيب معلقه غرف بس. معلقتك يا ريس. عشان بس الصوص. طب ماشي استنى ماشي. اجيب لك ماشي. معلقه سيبها تاني. يا ريس. استنى يا عم عندنا معالق ما والله؟ تقلقش. خد يا ريس. يلا، واذا كانت معلقتك كبيره اغرب براحتك. حلو كده، يبقى انت كده ايه؟ بقدم الطبق اهو بطريقه برضه كويسه، ده يعني ممكن فرد واحد او حاجه. كلام جميل. يبقى كده حطينا القراصيا والصوص والجنزبيل. بتاعنا والمشمشيه. انتوا ممكن تحطوا كمان عليها اللي انتوا عايزينه كله. بالظبط، واللي ما بيحبش المشمشيه ممكن برضه يشيلها يعني. والجنجر موجود. بالظبط. وكده تمام. وعندي السايد بتاعنا موجود اللي هو ان كان ممكن تقدمي رز، ممكن تقدمي كسكسي، على حسب ما انت محبه. مفيش مشاكل خالص. اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين احنا عايزين نقدم الطبق ازاي. البرزنتيشن ده خيال. يعني ايه؟ انا بتخيل انا عايز اقدم الطبق ازاي، شكله ايه، وهو ده الاساس اللي عندي. فكره الطبق كويسه. الاول دي مسلوقه، فاصوليا واخده بلانشيه في واخدة. ميه، وملح وفلفل برضه متبله. تمام، بحيث يعني لو حد هياكلها، متبله ونازله معايا في ميه بتغلي. تمام. خدتها بلانشيه، بعد كده طلعتها حطيتها في ميه ساقعه عشان احتفظ باللون بتاعها، اللون ما يهربش مني. وبعد كده تبلتها بشويه ملح وفلفل صغيرين، وخدها تحت الخضار تحت الفراخ بتاعتي، وفوق منها الصوص، وعندي كمان الكسكس جنبيه. اتمنى يكون طبق سيد عجبكم. وكده برضه الطبق بتاعنا أيوه. متكامل، فيه مثلا نشويات، فيه لا فيجيتيريان، دي فيه بروتين. واخد البلانش على حب دي سيد. بتاعتي اصلا، اوعى يا انا ابني. جايبها. قول لي بس كمل. فكده الطبق بتاعي واخد نشويات، ايوه. واخد فيجيتيريان، واخد بروتين. يبقى طبق متكامل، وجبه متكامله يعني لاي شخص. الله ينور عليك يا ابو سيد. ماشي. اتمنى ليك التوفيق يا رب، آمين يا رب. ودايما تكون في تقدم ان شاء الله. واتمنى الاطباق اللي جايه تبقى احلى، ان شاء الله. عشان انت راجل حلو الله وجميل. يكرمك. بشكرك يا ابو شيف. سيد. انت اللي شيف جميل بجد. وانتظرونا ان شاء الله. مع شيف تاني بس بعد الفصل. ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلنا قبل الفاصل كان معانا شيف سيد وشيف سيد مشي. محمود ابراهيم. هو مين محمود؟ انا طب المفروض. وانا جيت جنبك يا شيف، انا لسه تعالى اكلمك. معانا شيف محمود. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت ايه زعلان ليه؟ لا والله اي زعلان، انا زي الفل اهو. طب قول والله العظيم مش زعلان. والله العظيم مش زعلان. طب هتعمل ايه النهارده؟ انا عامل بطاطا بوريه، يعني البوريه جاهز اهوت. بس يعني ايه لسه- بطاطا بوريه والبوريه جاهز اهوت؟ يعني انا هارس البطاطا عشان الوقت. طب انت جاي النهارده عشان تهرس لنا بطاطا؟ ما هنعملها بالكريمه وزبده ونروق عليها شويه. نروق عليها شويه. هنعمل ايه؟ طب قول لي بس بقى. واعمل صوص حرنكش مع فلفل احمر. أيوة. على فراخ، بس هسوي فراخ بطريقه مختلفه شويه. طب بان فراي. ما تيجي نبتدي. ماشي نبتدي اهو. نعرف الناس يعني ايه بان فراي. بان فراي اللي هو مقليه بس بزيت قليل،
يعني زيت قليل. يبقى بان كمية. فراي ان انا بقلي فراي اللي هي القلب. تعفير الدقيق خفيفه بس أيوة. الزيت قليل جدا. طب ما نشوط ونبتدي. ماشي. طب يلا نتبل الفراخ الاول معاك. تبل فراخك، مالكش دعوه بحاجه، ما تشغلش بالك. ملح ملح، تمام فلفل اسمر، اهو، سنه بابريكا. بابريكا، كلام جميل. البابريكا هي الفلفل الاحمر الحلو، بيتعمل منه البابريكا صح؟ عايز تشغل سخن النار عالي سيبها تسخن براحتك، الطاسه بتاعتك على النار. تمام. عايز ومنديل كمان اهو عشان شفت انا هساعدك انا اهو. ربنا يخليك. كلام جميل. كلام جميل. يلا حبيبي، انا كمان مسحت لك البتاع والحرنكش بتاعنا ده، والطبق ده انت مش عايزه تاني. تمام. طب قول لي بس، خد طبق كده جنبك واشتغل وعيش. قول لي بقى بتعمل ايه؟ هو انا هحط زيت بس كميه قليله جدا، يعني مقدار سنتي واحد في احنا بنعفر صدر الفرخه في الدقيق. تمام. حلو بس قوي. ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، هو تعفيره بس. كويس. وبعد كده شويه زيت. تمام كده. انا محتاج زيت تاني بس. وبتقول زيت قليل. ها ماشي. عشان الطاسه كبيره بس. خد زيت. خدت الزيت كله. خد زيت. ماشي بس. عايز تاني؟ لا خلاص. عايز تاني؟ لا خلاص والله. يا عم قول. خلاص والله. احنا ده قال لك زيت قليل، انا قلت الراجل مش هيحط زيت. انت مش عايز الجوانتي صح؟ لا انا قلعته عشان استخدمته في الفراخ بس، عشان لسه اقطع فلفل ونقطع قطع فلفل واعمل اللي انت عايزه. ده جاي مين اللي جاب الراجل ده؟ خد الزيت وخد الجوانتيات مفيش مشاكل زي بعضه، زي ولدنا برده. ها ربنا يخليك. طب انت دلوقتي حطيت زيت، عايزه يسخن بس شويه. عايزه يسخن. تمام. انت قلت ان انا مش هحط زيت. لا انا قلت زيت. لا انت بس قلت مش هحط زيت. قلت والله، بس مش زيت زي اللي بنقلي فيه، مش زيت كتير، يعني مقدار كده ونحط انت قلت مش هتحط زيت. والله قلت هحط زيت. طب خلاص اشتغل. يبقى هو كده حط الزيت. هو الفكره كلها ان هو مش بيقلي في زيت غزير، يعني هو فيه زيت طبعا، بس مش زيت لدرجه ان انا ارمي الحاجه تبقى عايمه في وسط الزيت. هو ده اللي يقصده محمود. تمام. ومحمود انا ممكن اجيب الحله ديت احطها، شغل البوريه برضو وانا شغال. شغل البوريه هنا. حلو. اشغل لك النار دي. تمام. بس خد بالك عشان الحلل دي بتتحرق بسرعه. تمام. فاشغل يبقى هتشتغل عليها على طول. تمام. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بجهز الفلفل والحرنكش بتاع الصوص. الفلفل والحرنكش بتاع الصوص. الصوص الحرنكش. حلو، كلام جميل. طب قول لي اشغل لك النار هنا؟ تمام. اشغل؟ حاضر، شغلت النار. طيب انت دلوقتي قلنا هنقطع الفلفل كيوبس صغيره. منتظر طبعا اتصالاتكم ومداخلاتكم لينا، ان شاء الله يكون صوص الحرنكش يطلع حلو ان شاء الله. انا عايز اقول لك الحرنكش الحاجات الحلوه جدا والمفيده جدا. تمام. بتتعمل، هنعمل منها اصناف حلوه قوي الايام اللي جايه، لان الموسم بتاعها موجود دلوقتي. بس هو الحرنكش عامه انا يعني مش هعمله الصوص اللي هو العادي. يعني الصوص العادي اللي هو بيتعمل وبيتغلي وبعد كده يتصفى وكده. دي سخنت. تمام. ده سنه زبده. اديها سنه زبده. سنه زبده. بس انا كنت موطي عليها قوي علشان ايه؟ تمام. خلاص هي تسخن خلاص. انا خفت انك انت تنساها. لا عايز معلقه؟ معلقه بس انزل بطاطا. عينيا، اتفضل معلقه اهي. معلقه عشان البطاطا. تسلم. البطاطا مسلوقه ولا مشويه؟ مشويه. مشويه. او مسلوقه برضه عادي. انهي الاحسن؟ المشويه طبعا. المشويه عشان احسن. تحتفظ بلونها بس. كويس. يبقى هو لو عملنا البطاطا مشويه تبقى احسن. يعني اجيب وانا ماشي كده الراجل اللي بيبيع بطاطا اشتري منه 1-2 بطاطا مشويين. تمام. واخدهم واعملهم. ايه رايك؟ بس كده. ماشي. حلو كده. يبقى سيد يبقى محمود حط حته زبده وحط معاها شويه زيت ده سن وحط كريمه لباني. البطاطا وبعدين هيدي لباني، يعني معلقه كريمه لباني تقريبا، وهيقلب عليها. يبقى هو كده جهز السايد. ده سايد تمام. صح كده؟ تمام. سايد يعني اي طبق احنا بناكله في المطعم بيبقى جنبه سايد او 2، يا اما نشويات. نبتدي انزل برضو بالصدر الفراخ. يلا عيش. عفرنا الفراخ في شويه دقيق ونزل بيها في الزيت. بعد ما الزيت ما سخن كويس قوي، الطاسه بتاعتي سخنه والزيت سخن كويس، وهيبتدي يجهز هو كمان الحرنكش وانا هقلب له البطاطا. قول لي بس. هي النار كده مش عاليه؟ عايز اوطلك؟ لا النار ديت عاليه. عاليه يا ريس، والله عاليه. مش تمام. ما تقلقش، ما تخافش. سيد ما ادانيش فلوس عشان تمام. ما تقلقش. مش انت هو انا بنزود الحرنكش صوص بس عشان يبقى التيست بتاعه عالي، فهو الحرنكش اللي بياكل اللي هو كويس يسع كده. انت بتحب الحرنكش شكلك. وانا ممكن اجيب كيلو اكله وانا مروح. تجيب كيلو تاكله وانت سلة مروح؟ في الميكروباص كده. تتسلى بكيلو؟ انت عسل. شنطه دي كام عند الراجل؟ بتقول ايه؟
شنطه كبيره كده اتسلى فيها انا. اتسلى يا باشا. يعني انت جايب معاك شنطه حرنكش ولا حاجه؟ لا لا، ما انا جبت شويه وكلت جبت شويه وكلتهم في الطريق. سبت شويه يعني انت كنت جايب كيلو فاض منه الحبيتين دول. ده انت هايل. طب ما اديتش السيد منه؟ ما حدش يعني ما بيحبوش قوي. حلو كده. انا كده قلبت لك البطاطا. ارفعها بقى من على النار. خلاص خلصت؟ اه. هو بعد اذنك اهي. بس هي لما اجي اسخنها بس واحنا بنغلي فهديها ملح وفلفل اسمر. ماشي تمام. براحتك. انت دلوقتي الصدر بيستوي تمام. صح كده؟ تمام. لحد ما يستوي معاك انت قلت تعفرت الدقيق اه. مع الفراخ مع وهتبلناها الزيت اهوت بملح مش واصل، هو وفلفل. الزيت كتير عشان الطاسه بس كانت عشان الطاسه، ما احنا قلنا لك صغر الطاسه قلت لي لا. ما نستخدم بس الطاسه انا الثانيه. ماليش دعوه. ماشي. حلو كده. يبقى انت تمام. كده بتقلي صح؟ تمام. طيب كلام جميل. بعد كده هتعمل ايه؟ هعمل جزر بالكريمه. جزر كيوبس مسلوق. هعمله بالكريمه اللباني وسنه قرفه خفيفه. حلو. بس تمام. ما هو انت كبرت الطاسه قوي يا سيد. محمود. يا محمود كبرت الطاسه قوي. نعمل ايه طيب؟ يعني طمعت في اكبر طاسه موجوده في لا الاستوديو والله. وانت بتشتغل فيها. قال لك اذا قال وبعدين ايه يعني ما شاء الله عليه مليها، يعني جاب فراخ كتير. قال لك ان صدر الفرخه اللي انا هشتغل بيه حجمه كبير. مش عاجبك اللي بيقوله ده؟ بيقول ايه؟ بيقول لك انا مش انت شايف صح. الزيت من كتر الفراخ. بجد. المخرج بتاعنا بيحبك قوي. ربنا يخليك. ربنا يخليه. طيب تعالى خش. كده اعمل بقى جزر. بيقول لك انا متابعك ومتابع كل فراخك. كل حلقات. كل فراخك. اخلي لك كده على الحته اللي فيها نار اهي. ماشي تمام. قول بقى. كده هعمل الجزر برضه سنه زبده خفيفه. حط. طيب ماشي تمام. انت قلت مقاديرك كلها ولا ما قلتش؟ طب لا، ما ما قلتش. تفكرنا كده انت بتعمل ايه من الاول؟ يعني احنا بدأنا خلاص، سيبك من الحاجات دي. تمام. انا هعمل فراخ بصوص الحرنكش والفلفل الاحمر ايوه وبوريه بطاطا تمام. قول بقى مقاديرك. وبوريه بطاطايه مثلا. انا بقول مقادير الطبق المقادير كله. كله طيب ماشي. يا محمد تعمل جزر. عاجبك اللي بيعمله فيا محمود ده يا محمد؟ مش عارف عايز والله، معلقة. هو تعبنا في كل حته والله يا محمود. تعبنا في كل حته محمود. ها تعبنا في كل حته يا محمود والله. طب ازاي انت تعرفنا يا محمد؟ 8 سنين محمود والله معايا. 5 سنين معاك؟ 8 سنين 8 سنين معاك فين؟ حبيبي يا حماده. في الفندقيه والله. معاك في اسكندريه. بص لا. تحس ان هو الفندقيه في الفندقيه. صديقي. تحس انه قلبه كده بدأ صوته يعلى. بص انا عايز اقول لك بيكلمني بيوشوشني. ما هو اخويا بقى، يعني زي اخويا كده بالظبط. ايه؟ زي اخويا كده يعني صغير بالظبط. ما عشان زي اخوك الصغير صوته طلع اول ما سمع صوتك. حس بالعزوه. من احسن صديقك الشيفات كده. عندنا والله في المطعم. والله والله. امال ماله قلقان ليه؟ مش عارف، هو خايف كده مش عارف ليه. خايف صح؟ لا تعمل خايف والله، بس اول مره يعني. فاكره مخطوف كده. اول مره يطبخ بيقول لك. يلا ربنا معاه ويوفقه يا رب. بيقول لك انا اول مره اطبخ. هو اول مره لا، في حياته أول يطبخ. مرة. لا مش اول مره يطبخ، هو اول مره بس يطلع على الشاشه وكده. يا رب دايما يعني. يا رب يا حبيبي، يا رب يا حوده. وانت كمان انت شيف يا محمود؟ لا انا كابتن صاله. انت ايه؟ كابتن كابتن صالح. صاله. كابتن صالح. آه. طيب عايزين نبقى بص انا هقول لك على حاجه. احنا عندي البرنامج مختلف عن كل اللي الناس بتشوفه. احنا بنقدم تمام. دايما افكار مختلفه. طب ما تمام. تيجي، انا عندي فكره حلوه. ما تيجي نعمل يوم للناس اللي عايزه، زي ما بنعلم الطهي نعلم اصول الخدمه. ايه رايك؟ تمام مفيش مشكله. ايه تمام. رايك في الفكره دي؟ لا تمام، فكره 10 على 10 يعني. تمام. ان شاء الله نبقى نستضيفك كده في مره ونتكلم عن اصول الخدمه في المطاعم. يعني ايه خدمه؟ يعني ايه كم نوع من الخدمه موجودين؟ ايه اللي بينزل الاول، ايه اللي بينزل الثاني، ايه اللي بينزل الثالث؟ لو عندي اطفال بتعامل ازاي مع الطفل، لو عندي سيدات بتعامل معاهم ازاي، لو عندي شيوخ وكبار او شباب بتعامل معاهم ازاي. لان كل تمام. نوع من انواع الناس او كل طائفه من الناس وكل فئه عمريه ليها طريقه في الخدمه. صح ولا انت مش معايا؟ صح تمام، كل حاجه ولها اصولها يعني. تمام. صح كده؟ تمام. طيب كل حاجه ولها تنفيذها يعني، كل حاجه ولها اصولها. تمام. صح كلامك جميل. تمام. قول لي اشهر طرق اشهر الطرق اللي موجوده للخدمه في مصر ايه؟ الطريقه الفرنسيه. الايه؟ الطريقه الفرنسيه. ايوه. وايه تاني؟ خطاط. الراجل قال الطريقه الفرنسيه وتقريبا قلبه ما تحملش الكلام فقفل معانا. المهم بس انا عاجبني الشوك اللي انت لابسه. ربنا يخليك. حلو اتفضل جميل. يا سيدي. اتفضل. ماشي مع الطاسه اللي احنا كمل. دلوقتي انا عملت الجزر. هو المفروض بيبقى مسلوق برضو. ايوه. بعد كده شوحته في سن انتوا الزبده شكلكم جايبين جزره واحده وقسمنا علينا احنا وقسم. الثلاثه. وشوحته وبعد كده نزلت كريمه لباني. تمام. سنه كريمه، سنه ملح، أيوة. سنه فلفل اسمر.
كلام جميل. يبقى حط كريمه لباني، حط الجزر، خدوا بالكم ان سنة هو قرفة بودرة. سنه قرفه صغيره، وحط شويه زيت صغننين جدا وحته زبده صغيره، وهيخلي الكريمه تغلي لحد ما تربط معاك. بس كده. حلو قوي. بعد كده هتعمل زي ايه؟ ما مستناها تبقى لونها ذهبي بس. دهبي. يعني خش طب في خلينا الدهب الناحيه كده. الثانيه تاخد لون. فتح. كلام. بص الزيت بيغلي. الزيت طب بيغلي. احنا عايز نوطي عليه سنه. طلباتك كترت قوي معلش انا اسف. يا محمود. حاضر، هوطي لك النار كان في تاني. شنوره عند حضرتك هنا، عايز دي اخدها بلانشيه في الميه السخنه. حاضر عينيا. تمام. عينيا. طب انت ما جبتش الشنوار بتاعك معاك ليه؟ ما عشان الشيل بس على دي. وادي الشنوار بتاعنا اهو، ونشيل دي واحط لك الشنوار هنا. تمام. وينزل بلانشيه. بلانشيه يعني انا عندي ميه بتغلي وهاخد الخضار اللي هو جايبه، اي نوع خضار عايز نعمل له بلانشيه، بناخده في الميه اللي بتغلي ويبقى عندي شويه ميه ساقعه، ده يفضل، او تلج. ده لو انا هركنه او هخزنه. ماشي؟ ده ايه يا ريس؟ دي سبانخ. انت سبانخ. عايز يعني عريض شويه. تمام. يبقى عندنا سبانخ، وعندنا انت بتسوي ايه؟ لا حطها. لا طيب. والله. اهو. قول لي بس لو انت بتسوي الاستانلس قول لي. ما انا عارف الشيفات ليهم حركات غريبه كده. لا. اصل انا ما كنتش شيف زمان. امال ايه؟ كنت شيف. بجد والله. قول بس لي. انا هرفعها على طول كده. حلو. يبقى عشان هي خدها السبانخ بلانشيه معاك. على طول. مش هتستحمل اكتر من كده يعني. كلام جميل. وبعد ما خلصت كده عايز بقى حاجه. هات دي مالكش دعوه بيها. ماشي تمام. ماشي. عايز تعمل ايه تاني؟ ده كده خلص اهي. برضو. هتكنه هنا. يبقى الصوص بتاعنا خلص. الفراخ. بس هعمل صوص بقى الحرنكش. اعمل صوص الحرنكش. ده يعتبر ضمن السايد برضه. ده من ضمن السايد. بس السايد مختلف شويه يعني مش المعتاد اللي هو الخضار المشوي او المسلوق او كده. طيب انا دخلت الخضار مع صوص. كويس. وبعد كده سيبها براحتها. ماشي تمام. يعني احنا قلنا نصغر تستوي معانا اسرع، قلت اكبر عشان تستوي معايا براحتها. كبرنا. قول لي هتعمل ايه؟ كده اعمل صوص اللي هو الحرنكش والفلفل الاحمر والكريمه برضه. سخنت على فكره. برضه. ما تقلقش على فكره، عندنا النار هنا قاسيه قوي. برضه سنه الزبده دي معانا في كل حاجه كده. ايوه شفت سخنت ولا لا؟ كده. سنه زيت، سنه زبده. بس انا هنزل بالفلفل الاول. الفلفل قبل الحرنكش. تمام. ليه؟ عشان الحرنكش مش هيستحمل، هيتهري بسرعه. والفلفل هيتحمل؟ يعني هيتحمل شويه. طيب يعني اقوى من الحرنكش شويه. كويس. عايز ليه؟ معلقة علشان ما فيهوش اصلا، ما فيهوش ميه. برضه. تمام. قول عايز تقول ايه؟ معلقه بس. معلقه؟ بتقل عليه في الشاي ميه. انت مش بتتقل، ده انت يعني خلاص قربت تغرق من كتر التقل. قول. طيب انا هشيل انا الحاجات دي تمام. عشان انت ايه تخلص طبقك. تمام. قول لي بس تاني، راجع معايا احنا عملنا ايه. ده؟ نراجع. حطينا الفراخ بتاعتنا تبلناها. تمام. وخدناها على رشه دقيق، عفرناها بالدقيق. تمام. وخدناها في زيت قليل مش كتير. تمام. وبعد كده جبنا البطاطا المشويه، خدناها مع سنه زبده وسنه زيت وكريم. وشويه كريمه، وخدناها على النار وقلبناها كويس جدا لحد ما ربطت معايا. تمام. وبعدين جاب سنه زيت وجاب فلفل وحرنكش وخدهم عندي على النار مع سنه زيت وسنه زبده صغيره، وبيقلبها مع بعض. واديله يعني نص معلقه ميه كده. وهيرجع عليها شويه ميه صغيرين. حلو. وبعد كده كريمه لباني. طب ايه لازمه الميه في الموضوع؟ يعني بتطلع الفليفر برضه بتاع الفلفل السني. بتطلع الفليفر بتاع الفلفل سنه. حلو. بعد كده هتعمل ايه يا ريس؟ بس خلاص كده اعتبر الطبق خلص. كده الطبق خلص. تمام. نبتدي نغرف برضه هو الصدر كده. كده بقى تمام. 100 100. عايزين نطلعه على منديل بس. طب قول لي انت عايز تعمل ايه تاني؟ محتاج حاجه اجيبها لك؟ لا ولا اي حاجه. ابعت اجيب لك حاجه من بره واجي. ربنا يخليك. يعني قول بس. ربنا يخليك. اهو منديل اهو. الطبق دوت نغرف فيه. ده طبق الغرف. تمام. مش عايزين دقيق، مش عايزين حرنكش. نرفع دي خالص. تمام. وخلاص الزيت. خلاص. يعني انت ما نزلتش جنب الفراخ بحاجه؟ لا. انا هحط صوص مش عليه. هتكلم معاه، خليك شاهد انت يا سيد. ما قلتش كده. خليك شاهد. دي الدنيا قريبه مني بقى. كويس. وبعدين ده يربط بس سنه. تمام. بس انا عايز بقى ايه؟ أيوة. نغرف في طبق. السبانخ فين؟ السبانخ فين؟ السبانخ اهي 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 ماشي. اهي، ما تخافش. مش خايف والله. اشيل ده. تمام. مش عايز فلفل؟ ماشي. دي انا ما كنتش تبلتها. ايوه. فهسخنها تاني وتبلها. سخن وتبل. تبلها ملح وفلفل اسمر برضه. انت ما حطيتش عليها تتبيله خالص. اه. ماشي. ملح وفلفل اسمر. ملح، رشه ملح اسود.
لا ده فلفل اسمر. ده فلفل اسمر ولا فلفل اسود؟ لا فلفل اسمر. طب عندك ملح اسود؟ لا ما لسه عندكش؟ لسه ما نزلش. وده يا كده راجل. الصوص برضه خلصان. حلو. وبعد كده بعد كده البطاطا. طيب يبقى كده نراجع تاني. سيد عمل ايه؟ لا محمود عمل ايه؟ انا مش عارف سيد ماله معانا. معلم معاك عشان هو زملكاوي. عشان هو زملكاوي صح؟ بحب انا اسئلتي. حلو كده. وعمل الحرنكش، عمل صوص الحرنكش. هو مجرد ان هو خد التيست بتاع الحرنكش معايا والفلفل ونزل على النار، وبعد كده نزل معاهم بشويه كريمه صغيرين، وهيبتدي ينزل هغرف بقى كده انا كده. يعتبر زي الماشي. هي نفس فكره البطاطس بس هي بدل نفس البطاطس بس بطاطا. البطاطا. تمام. هاخد كده الماش بتاعنا بس سواء بدل ما هو بطاطس بقى بطاطا، وهيبتدي هيفتح هول كده في النص عشان احط فيه الجزر حلو كلام كريم. جميل. والخلطه بتاعتنا اللي هو عملها اللي هو الصوص اللي خنقة بس جاهزه هنا. هيرجع كده يدفيه. طبعا الباك اب بتاع الاطباق او تركيب الاطباق او الغرف بتاع الاطباق بيبقى اسرع عندنا في الفنادق، بيبقى الموضوع او في المطاعم بيبقى الموضوع اوسع بكتير، فبيبقى عايز مجهز معلقة- حاجته. معلقه غير كده. معلقه هي رايق. عايز غيرها؟ معلش. حاضر. قول يا رب بس. يا رب بس. اهو اتفضل معلقه. اغرف. حلو. وانتم مخليين لي المفاجاه الاخيره الراجل الطيب صح؟ بتاع المشاكل. صح؟ الطيب. كلام جميل. هو مش معانا الحمد لله، ما جاش النهارده، هو اتاخر. موجود اهو. ما جاش موجود. يا عم ما جاش. موجود والله. طيب حلو. انا شامم ريحه الحرنكش طلعت اكتر لما بدات تسخن، لما واللون يسخن. كمان بدا يختلف يلون شويه. أنا. بدا يلون معايا. ريحه الحرنكش جميله على فكره، بتدي تيست حلوه قوي. الحرنكش في الموضوع هيدي طعم هو جميل. الطبق سيمبل كده برضه يكفي شخص واحد برضه. يعني ده الطبق لشخص واحد. فرد واحد. الحرنكش فوق الفراخ. تمام. كلام ظريف. انت بقالك كام سنه يا شوف؟ يعني 5 سنين. 5 سنين في المجال. تمام. تمام. البوزيشن بتاعك ايه؟ ديمي. ديمي. يبقى محمود بقاله 5 سنين في المجال وبيحب. انت بتحب ايه؟ الحرنكش. بحب اي حاجه. كل بحب حاجه الحرنكش. الحمد لله. باكل كل حاجه الحمد لله. انت بتحب الحرنكش؟ صح؟ تمام. وبتاكل كيلو حرنكش في اليوم. لا مش عشان- في اليوم يعني. استنى كده انا فهمت الموضوع. يبقى الزراير دي اصلا مش زراير، حرنكش ده برضه. حرنكش. بس كده انا خلصت. انت خلصت؟ تمام كده. خلصت الطبق؟ روح بقى. هتروح. طيب بص يا سيدي، احنا ايه نراجع كده طبقنا بسرعه. تمام. تمام. قول لي عملت ايه في السريع قبل ده ما تمشي. بوريه بطاطا. قول مقاديرك بقى. اشرح كده طبقك في السريع وانت واقف. فراخ بصوص الحرنكش والفلفل الاحمر. لا خليك انت قدام واتكلم براحتك. اوعى دول. ايوه قول. دي فراخ بصوص الحرنكش. ايوه. فراخ سويناها بان فراي انت برضه. انت عايز الطبق ليه؟ هنحطه سيبه. قدامي كده. لا اشرح انت، ماشي. اتكلم مالكش دي دعوه بيه. فراخ كلم الناس. هنا ماشي. فراخ بصوص الحرنكش وبوريه بطاطا. ايوه. وجزر بالقرفه والكريمه اللباني. بس كده. أيوه. وسبانخ تحت يعني فرشه تحت الفراخ. طب خد تليفون. بلانشيه. طب خد تليفون تاني. ماشي. تاني. قول الو. 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 السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله تمام. منور الشاشه. ده نورك. وبهنيك كده على الطبق الجميل اللي انت عامله لنا النهارده. ربنا يخليك. انت احمد عارف مين بشير. معاك؟ احمد بشير. احمد بشير. ازيك حبيب قلبي، عامل عامل ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك تمام؟ الحمد لله تمام يا صديقي. طبعا انا بهنيك على الطبق الجميل اللي انت مقدمه لنا النهارده. الله يخليك يا حماد. بهني الشيف سيد طبعا. الله يخليك يا حماد. طبق اطباق جميله وبتمنى لكم التقدم ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حماد. ايه رايك في محمود؟ لا هو بصراحه انا حابب في محمود حاجه، ان هو حابب دايما ان هو يطور من نفسه. بيحب يخليك يا يقدم حماد يا اطباق، بيحب يعني بيقدم حاجه مختلفه، فانا بهنيه على الحته دي يعني. ربنا يخليك يا حماد. ايه تاني؟ بس هو لسه صغير في السن، فلسه المجال قدامه كتير، ودي حاجه كويسه ان هو عنده طموح. انت شغال في أنا المجال؟ بهنيه على كده يعني. محاسب. بقول لك حضرتك شغال في المجال؟ لا أحمد. والله انا شغال في تسويق اللعيبه. في ايه؟ طب انا جاي. لاعبين. انا جاي. انا بلعب كوره كويس. لا انا لو انت بتلعب كوره كويس وحابب تغير المجال، احنا ممكن يعني نوديك نادي يعني. طب يلا انا جاي معاك. ومعايا المخرج جاي. ايه رايك؟ لا بس انت شيف جميل يعني، احنا بنحب نتابعك لان انت بتقدم لنا حاجات جميله يعني. الله يعزك ويخليك. على فكره بجيب اجوان كتير. ها؟ لا بس لو هتيجي بقى انت بتستضيف لنا ناس زملكاويه طبعا، من حبايبنا طبعا الستات بمس عليه وبس أيوة. على الشيف محمد هاشم. ايوه. وبقول لهم اطباقكم جميله النهارده، وطبعا الشيف محمد هاشم هيقدم لنا برضه طبق جميل، نتوقع ان هو يقدم طبق جميل بعد الشيف محمود. ايوه. وبتمنى لهم التقدم ان شاء الله، وهم عندهم طموح
ودي حاجه كويسه ان هم يبقى عندهم طموح. زي ما انت ما بتقول كده بالظبط. انت انا برضو بقول ان كل شيف عنده امل ان هو يطلع ويبقى شيف كبير، محتاج فتره ومحتاج وقت ومحتاج ان هو ينمي قدراته. بصوا يعني كل واحد بيجتهد في مجاله حلو قوي. هو الشيف اجتهد، عمل طبق جميل، عنده فكره حب يقدمها، استضفناه معانا. نتمنى ان هو الفكره اللي جايه او الطبق اللي جاي يكون واخد وقت اكتر ويبقى احسن اكتر، وكل يوم يمر علينا ان شاء الله في حياتنا لازم يبقى فيه تطور وفيه تقدم للامام. اشكرك يا حوده وكتر خيرك وشرفتني. وما تاكلش الحرنكش كله بعد كده عشان بيأثر على الطبق. انت خدت الحرنكش وخدت طاسه قد كده وحطيت لي فيها صدر فرخه قد كده. شويه انا كل ما مروح بقى والله اعتبر ده. اشكرك يا حوده، اشكرك يا حوده، وانتظرونا بعد الفاصل. دقيقتين يا رجاله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقلنا قبل الفاصل ان احنا عملنا الفراخ، وعملنا فراخ بصوص الحرنكش، وعملنا قبليها صدور الفراخ على طريقه مغربيه، وعملناها بالزنجبيل والمشمشيه. ومعانا شيف محمد، اكتر واحد كنت عمال اهدي فيه اثناء المسابقه وهو يتنرفز ويطلع ويخبط في الاطباق وفي الحاجات. هنشوف هيقدم لنا النهارده. ازيك يا حماد؟ ازي حضرتك يا شيف خالد؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله، منور الدنيا. بنورك يا شيف. هو انتوا ايه، اشتريتوا شويه حرنكش وزعتوهم على الجواب بتاعكم ولا ايه؟ لا احنا بنحب نلبس اليونيفورم، احنا الثلاثه مع بعض على طول. طيب قول لي الدنيا فيها ايه؟ احنا النهارده عايزين جايين نعمل حاجه انت جديده. ليه موزعهم التوزيعه الغريبه دي؟ لا اساس يبقوا ماليين المكان، ما يبقاش قليلين. يا حبيب قلبي قول. طيب هتعمل ايه؟ احنا هنعمل النهارده سلمون. ايوه. وهنعمل جنبيه البليله القمح بتاعنا على طريقه روزيتو. وهنعمل مع السلمون زبيب مع الجنزبيل. روزيتو هيبقى داخل معاه جمبري. يعني انت بدل الروزوتو العادي احنا زي ما حضرتك عارف وبتقوله كتير في البرامج اللي احنا لازم نغير، لازم نشوف المطبخ المصري بتاعنا فين. فاحنا بنحاول ننمي المطبخ المصري ازاي. اللي انا بدل ما بعمل مثلا اجيب رز بتاع روزيتو ابدا اشتغل بيه، لا احنا جايبين القمح المصري بتاعنا نبدا نعمله على طريقه روزيتو بالجمبري مع الجبنه البارميزان مع البقدونس. نشتغل نيجي نشتغل. ماشي. الاول
اول حاجه نبدا انت فيها حطيت البسله بتاعتنا اللي هي الفيجيتابل اللي معانا. الفيجيتابل او البسله بتاعتنا اللي البسلة هو بتاعتنا. جايبها البسله الخضراء الصغيره، مش اللي فيها حب كبير، بسله صغيره. ودي بتتاكل بورقها زي ما هي، بتتاكل ما بورقها. يعني ما بطلعش منها اللي هو البسله اللي جوه، انا باخدها زي ما هي، انزلها في ميه بتغلي. والقيمه الغذائيه بتاعتها طبعا بتبقى اعلى من البسله عشان هايل. طب اساعدك؟ نبدا بقى. هستاذن حضرتك نبدا نصفي البسله ديت. سيب انت البسله وانت اشتغل في البيت. ماشي. هنبدا اول حاجه، الحاجه اللي هتاخد معانا وقت اللي هو روزيتو. طيب احنا هي قمحته بقى اشتغل. حلوه قمحته دي. هو جايب النهارده جايب قمح بلو هنبدأ زي البليله كده، وبيضحك علينا وبيقول لك روزاتو. قول يا شيف. حطينا اول حاجه الزبده بتاعتنا مع سن زيت خفيفه كويس. خالص بس كده. هنبدا ننزل. طب استنى بس هقول لك على حاجه بس بالراحه، ما تستعجلش. انت مش واحد. حطيت الزبده؟ طب قول الو وانت شغال. الو. ايوه محمد. الو. 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 ايوه يا ماما. محمد. ايوه يا ماما. عامل ايه؟ اهو الحمد لله. انت عامله ايه؟ يلا ربنا معاك. يا رب ربنا يخليكي لينا. لا ينفع كده؟ اتصلي بيه ينفع تاني. كده؟ اتصلي بيه تاني عشان محمد كده هيتعصب وهتبقى مشكله. مش كده؟ انت عصبي على طول يا محمد؟ لا مش على طول والله. والله انا قلت لك قبل كده بس في الشغل بس عصبي. لا ما هو ده غلط. انا قلت لك حتى واحنا في المسابقه قلت لك دايما هدوءك بيدي انطباع حلو للاكل كمان بتاعك، بيخلي تيستو يطلع احلى. طب احنا عشان البصله هتتحرق خش. مننا نزلنا الاول بالبصلايه، بعد كده بعديها الجمبري. ايوه. يبقى بصل وحط حته شويه زيت وحط عليها زبده الجمبري. زيت. البصلانه بتاعتنا الجمبري. كويس كلام جميل. بعد كده هننزل بالقمح بتاعنا على طول. بص محمد على طول. محمد ساعه المسابقه طبعا عندك الجمبري عايز بتاعنا وقت هيستوي. طويل وهو خلص بسرعه برضه. هيستوي معانا. كلام جميل. انا عايز البيون دوت ده؟ اه. حاضر. اتفضل اهو عندك اهو. انا مش عارف اعمل ايه معاك يا محمد، انا كان نفسي اطلع نزلنا بالقمح بتاعنا بعد الجمبري القمح مبلول لحد ما يفشر او ان هو يكبر كده ويبتدي. عشان انتوا زي ما انتوا عارفين القمح بتاعنا بياخد سوا طبعا غير الزيت خالص. كلام جميل. وبعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده طبعا احنا لو عندنا ستوك جمبري، ستوك كابوريا، ستوك سمك. طبعا احنا سمك السلمون بتاعنا مش هينفع ان احنا ناخد منه ستوك، زي ما انتوا عارفين ان السلمون حاجه خفيفه. حلو. مش الحاجه اللي هي دي ينفع نطلع منها ستوك كويس. قلبت كويس. قلبنا كويس واحده واحده. هنبدا ننزل واحده واحده بالستوك بتاعنا او بالبيون اللي عندنا. ممكن وات ايفر زي الفل. يبقى احنا بنحط شويه من البيون ايا كان البيون. ممكن تحط بيون خضار، ممكن تحط بيون سمك. بيون سمك يعني انا لو عندي روس سمك، انا مخلص الحاجه عندي بروس سمك، عندي اي نوع من الاسماك ممكن اغليها كويس جدا وانا بنضفها واحطها. او راس جمبري، روس الجمبري اي حاجه عندنا ممكن نشتغلها نعمل لها ستوك. كلام جميل. حلو كده. هنبدا نحط الطاسه بتاعتنا اللي احنا هناخد البسله اللي احنا جايبينها، نديها سنه الزبده، نديها الملح والفلفل عشان تطلع لنا طيب. على ما تعمل دي، طب ما تاخد الجمبري السمك كمان بالمرة. ممكن ناخد السلمون، بس السلمون طبعا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، واحنا برضو مدينها الملح، متبلها ملح وفلفل وبابريكا. فلفل بابريكا بس. كويس. طبعا دي حاجه خفيفه، فمش هينفع ان احنا نديها التوم بتاعنا، نديها الليمون، نديها الكلام ده كله. انت عايز تيست الطبق. عايزين تيست الطبق بتاع تيست قطعه السلمون. حلو كلام جميل. لحظه بس الطاسه بتاعتنا تسخن. ومعانا هنا برضو هنبدا ناخد البسله بسن الزبده خفيفه، ملح وفلفل. طيب سيب لي انا كده انشف لك دي وانت ابتدي خش عشان تسخن معاك بسرعه كده. الطاسه بتاعتك على فكره نطلع بدي كده هتسخن معاك اسرع. اوكي. قول بقى هتعمل ايه تاني؟ هنبدا اول حاجه ننزل بسن الزبده، مكعب زبده صغير، مكعب بسيط خالص. هايل. ومع الزبده وهنبدا ننزل الزبده بس بتاعتنا تبتدي تسيح. هنبدا ننزل بالبسله بتاعتنا اللي هي الكامله مش الحب. كويس. يبقى زي ما انتم شايفين بدا ينزل بالبسله اللي احنا سلقناها، نزلناها في ميه بتغلي وسبناها تتسلق كويس قوي، وبعد كده راح واخدها عندنا مع سنه زبده على النار. هتدي تتبيله او حاجه؟ سنه ملح خفيفه. تمام. ايه تاني؟ سنه فلفل. يبقى كده احنا قدمنا 3 اطباق مختلفين، الثلاثه طبق كامل في السايد بتاعه، طبق رئيسي ممكن اكله. افكار ممكن نقدم كل طبق من دول يوم.
والبسله طبعا احنا لو عندنا سنه زعتر فريش، سنه ريجانو ممكن نضيفها عليها تدينا برضه فليفر جميل. كلام جميل. ايه الفرق بين الريجانو والزعتر الفريش؟ الريجانو نوع اعشاب والزعتر الفريش نوع اعشاب تاني. اعتبر ده وعد. وعد. كلام احنا جميل. كده لفيناها، سنه الزبده، الملح والفلفل، هنبدا نخليها على جنب كده. الطاسه بتاعتك كمان سخنت. اهو نبدا ننزل بالسلمون. هنبدا ننزل سنه زيت خفيفه. حلو، كلام جميل. وهنبدا تاني؟ ننزل بقطعه السلمون بتاعتنا. طب بس انا عايز افكر الناس وانت شغال كده، مع حضرتك يا شيف. الطبق بتاعنا هو جاب البليله، او انت ممكن تجيبي القمح تبليه كويس جدا وتغسليه كذا مره وتبليه لحد ما يبتدي يستوي معايا كويس، او ان انت تغليه بعد ما يتبل لمده 6 ساعات او 8 ساعات، تغليه غلوه يبتدي يستوي معايا، بعد كده تصفيه وهنبتدي ناخده مع بصلايه وشويه زيت صغيرين، واحط معاه الجمبري واقلبه على النار، وبعد كده انزل بالقمح بتاعنا واخليه يكمل تسويه واديله شويه بيون. بنبدا ننزل بالبيون واحده واحده، ما بنبداش زي كلام الرز جميل. ننزل بالبيون بتاعنا كله مره واحده. يبقى نفس الفكره بتاعت الريزوتو، عشان كده هو كان دايما بيقول ريزوتو، انا قلت له هنحطه. يلا كمل. ماشي. معانا دلوقتي قطعه السلمون، احنا قدامنا الطاسه هنعتبرها زي جريل، هناخدها زي جريل. حلو. براحتنا معانا، وبعد كده نستغل الوقت ونبدا نركب الصوص بتاعنا اللي هو بتاع السلمون. يلا. ماشي. فين بقى؟ في طاسه ان شاء الله هنلاقيها دلوقتي. هتلاقيها رايحه فين؟ ماشيه؟ ما انت عمال تحط في طاسه في طاسه، خلص الطاسات ويقول لك انا بشتغل. حلو، كلام جميل. هنبدا نركب الصوص بتاعنا. ركب الصوص. عباره عن ايه الصوص؟ الصوص بتاعنا هيبقى عباره، هو حاجه مختلفه برضه، يعني الطبق دوت يعتبر طبق اندماجي عشان فيه من كل بلد. يعني احنا معانا الزبيب الايراني بتاعنا ومعانا الجنزبيل، هنبدا ناخدهم مع بعض وننزل عليهم بالكريمه اللباني. بس الطاسه تسخن. الطاسه دي سخنه على فكره. انت مش سخنه؟ مصدق ان هي سخنه؟ لا. انت مصدقني سخنه؟ يبقى هي كده سخنه، دام حضرتك قلت صدقني. هي سخنه ولا مش سخنه؟ سخنه. نزلنا اول حاجه بالمكعب الزبده بتاعنا. حلو. بعد كده هننزل بسن الجنزبيل. كويس. يبقى الزبده والجنزبيل مع بعض على النار، وهيسيبهم كده على النار لحد ما ايه؟ لحد تطلع ما الريحة يطلع بتاعته. الريحه بتاعتنا. كويس. انت عايز بيون تاني؟ بيون تاني ممكن نحتاج سن بيون بس للروزيتو بتاعنا. كلام رائع وجميل. يبقى هو كده حط الزبده وبدا يحط معاها الجنزبيل، يبتدي يدي ريحه وطعم كده كويس. هنبدا ننزل الزبيب بالزبيب بتاعنا. حلو كده. زبيب بيقول لك زبيب ايراني بس يعني هو جايب زبيب هو في انواع من الزبيب، في زبيب فاتح وفي زبيب الغامق، على حسب الطبق بتاعك والالوان اللي انت عايز تركبها. انت ممكن تحط الزبيب الغامق، بيديك لون حلو قوي في الطبق وبيدي اروما وتيست مختلف عن الزبيب الفاتح. احنا هنبص على قطعه السلمون بتاعتنا. صح يا شيف؟ اي خدمه يا ريس. اكيد حضرتك ما تقولش حاجه غلط. حبيبي يا جميل. زي ما انتم شايفين قطعه السلمون بتاعتنا ابتدت بتاخد قد ايه تسويه؟ السلمون مفيش، يعني هي ممكن 7 دقايق بالظبط قطعه السلمون تبقى ويل دان. تمام. وطبعا ما بننصحش السلمون يتسوى تسويه كامله او اوفر كوك، عشان هو اصلا من الحاجات اللي ايه ما ينفعش اللي احنا ندوس عليها، او ما ينفعش نعملها بقسوه، لازم نعملها بحنيه كده عشان تطلع معانا حاجه كويسه. شوف مين اللي بيتكلم. شوف مين اللي بيتكلم. انا عايز اقول لك ان في المسابقه انا كنت هخبطه بسكينه. لا، وبيقول لك ما ينفعش نعملها بقسوه وبحنيه. عاجبك الكلام ده يا سيد؟ والله سيد بيقول لا. كمل يا سيد، كمل يا محمد. وبعدين هو سيد معلق معاك الاسماء على طول محمد سيد في ايه؟ انا عايز استضيف محمود المره الجايه. ان شاء الله. حلو كده، يبقى كده تمام. احنا زي ما انتم شايفين الجنزبيل مع الزبيب بتاعنا. هنبدا ننزل بقى بعد ما تشوحوا مع بعض. انا عايز ابتدي اركب الطبق بتاعي. نبتدي نركب الطبق بتاعنا. هنبدا ننزل بالكريمه اللباني، وتبتدي هي تربط مع بعضها، وتبدا هي كده براحتها. نهدي عليها النور. النور ايه؟ نهدي النار ايه؟ مش النور. تعالى بس هجيب الطبق. الروزيتو بتاعك خلاص استوى. الروزيتو بتاعه احنا فاضل عندنا بس من الطبق فيه شويه. قبل ما نرفع طبعا الروزيتو بتاعنا. ايوه. هنبدا ننزل بسنه البقدونس. كلام جميل. ايه تاني؟ سنه الملح والفلفل. ايه تاني؟ قول. يبقى كمل يا محمد. هو احنا قلنا البقدونس. أيوة. بعد كده الملح والفلفل بتاعنا. ايوه.
فاضل عندي كمان بعد كده ايوه هنبدا ندي على الوش واحنا بنغري في البوله بتاعت الروزيتو بتاعنا، هنبدا ندي الجبنه البارميزان. طيب نبتدي. يبقى احنا عندنا اخر حاجه عندنا في الطبق الجبنه البارميزان، صح؟ أهو. احنا دايما الاطباق الجميله دايما بتاخد وقت في الشغل بتاعها، بس اهم حاجه حضراتكم الفكره سهله ووصلت، وما دام الفكره وصلت يبقى زي الفل. فكره مختلفه طبعا، وست البيت تعرف تعملها، يعني حاجات بسيطه في متناول الجميع، مش حاجه اللي انا لازم اكلف نفسي وابدا انزل الماركت وابدا اجيب روزيتو. انا بيعجبني فيك حبك حنين. بقول لك ما احبش اكلف نفسي، ما حدش يكلف نفسه. اقتصادي، واخد بالك انت جايب جمبري بقول لك انا ما احبش اكلف نفسه 50 جرام جمبري يا شيف. ايوه يا شيف، الله عليك. يبقى كده انت خلصت ده، صح؟ هنبتدي ناخد جنبيه. طب هنبدا بقى نبص الصوص بتاعنا. انت هتحط حاجه على الصوص، هنحط الايه؟ هنتبل بس الصوص بتاعنا. كلام جميل. فاضل ايه؟ هو كده فاضل تديني معلقه بس كده نظبط الصوص اديك بتاعنا. معلقه؟ حاضر عينيا. اوعى. طيب خد معلقه اهي. اتفضل. استفال مع هقول لك ماشي. انت عندنا الدنيا لسه وقت بدري، احنا النهارده شغالين براحتنا خالص. احنا لسه قدامنا 3 ساعات براحتنا. براحتك. انا مش عايزك تستعجل. انا مش مستعجل والله. يلا بقى. هنبدا ندي سنه ملح خفيفه. حلو، كلام جميل. سنه ملح صغيره، يبقى هنجهز شويه ملح صغيرين نحطهم عليه. خلاص كده، هي مجرد ان وسنه فلفل ابيض. حلو قوي، ربطت معايا. مجرد ان الكريمه بتربط ابقى انا جاهز. هنبدا نرفعها. يلا. هنبدا الاول طبعا ننزل بالخضار بتاعنا او الفيجيتابل بتاعنا. حاسس انك مثقف، مش عارف ليه. حلو كده. بنتعلم من حضرتك يا شيخ. حبيب قلبي. ده انت هتشوف معايا ايام جميله. انت اهلاوي صح؟ اهلاوي. بس بميل للزمالك مش عارف ليه. زملكاوي يمكن عشان كل اللي معانا زملكاويه. بيلعب على الاثنين. الاهلي كسب يقول لك انا اهلاوي، الزمالك كسب يقول لك انا زملكاوي. طب لو الاسماعيلي؟ ساعات صح؟ لا. اتفضل. هنبدا ننزل بقطعه السلمون بتاعنا. على البسله. تمام. انت واخد بالك ان كل الصيدات بتاعتنا دايما بتنزل تحت اللحمه. انا ملاحظ ان كل الاطباق كله بيحط. هو مش شرط، مش شرط. في ناس بتحب. مش شرط، بس احنا مش حابين لما نيجي ننزل بالصوص على قطعه السلمون، الصوص على قطعه اللحمه، تبدا الصوص لما ينزل يبدا الخضار يشربه، فيدينا برضه ايه؟ اديني الصوص. حلو الصوص اللي انت بص جامده تحس. صح؟ حلو، كلام جميل. هيبتدي ينزل بالصوص. هنبدا ننزل بالزبيب بتاعنا مع الجنزبيل. يلا. الله ينور عليك يا شيفو. الطبق شكله حلو، بس مش ده الطبق اللي انت عملته. لا، ده طبق غير الطبق اللي انا عملته. عشان الطبق اللي انا عملته طبعا حضرتك كان بنفلي السمك وكان في شغل كتير. كلام فاحنا جميل. حابين اللي احنا ايه؟ حاجه مختصره. احنا حابين وحاجه مختصره. انت نورتني يا بنورك يا شيف خالد. تسلم وتسلم ايدك. ده الطبق بتاعنا بيتقدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بيتهيألي اجيبه كده احسن، ايه رايك؟ ماشي، بس اجيبه كده ولا ايه رايك؟ حلو كده. يبقى الطبق بتاعنا زي ما المخرج بتاعي ما قال لي تحطه في الحته دي، انا بسمع الكلام. حلو كده. تسلم ايدك. عايز تقول ايه؟ لو حبينا نحط اي حاجه صغيره نحط فيها صوص برضه، لو حد حابب صوص زياده. ايوه. بس لو حد حابب صوص خفيف، هو كده الصوص الخفيف بتاعنا. كلام جميل. تسلم لي وتسلم ايدك، وكتر خيرك على وجودك معانا وتشريفك لينا. فرصه سعيده يا شيف خالد بحضرتك، واحنا شرفنا اللي احنا. بس خلاص ما انتش زعلان. لا خالص. انت بتبص في حاجه. محدش يشوف حضرتك ويزعل. محدش يشوف حضرتك ويزعل يا شيف. بشكرك يا سيد، انت ومحمود ومحمد، وبشكركم، بشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، واتمنى ان تكون حلقتنا بنجدد افكارنا، بنحط افكار جديده، بنجيب شيفات. كل حد بيبقى دايما عنده فكره او عنده لمسه مختلفه، فلازم احنا بنطلع على كل الناس اللي موجوده وبنشوف افكارهم ماشيه ازاي والمطبخ بتاعنا رايح لفين. اتمنى ان يكون النهارده قدمنا لكم 3 نماذج من الشيفات اللي لسه على الطريق، لسه جداد في المهنه، 5 سنين و8 سنين، ده مش فتره طويله، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. منتظر اتصالاتكم ومتابعاتكم لينا، وانتظروني ان شاء الله يوم الحد اللي جاي في حلقه مخصصه لعيد الحب. اتمنى يكون حياتنا كلها حب، وسيد يكون ومحمود ومحمد بيحبوا بعض كده ويفضلوا تيم واحد على طول. شكرا ليكم والسلام عليكم.